كنت ماشي في العصافره وجعان جدا وطالع من العيد معيش فلوس، فببص كده لقيت العربيه دي عربيه برجر زي بتاعه القاهره اللي هي فيها البطاطس وكل حاجه، واغلى حاجه عندهم ب 80 جنيه. فبصراحه كان لازم اجرب، وده كان اول واحد وكان اسمه ايجي فاي. وده عباره عن عيش متحمص كده عليه بيك تيستي صوص، وبعد كده بياخد الخس والطماطم والبصل. وبص بقى دي ان البرجر عندهم بيبقى محشي جبنه ومشوي على الفحم، وبيحط لك بقى عليه موتزاريلا ستيكس وبيف بيكن وبطاطس كتير. المعركه اللي هتحصل دي ما تنفعش تحصل من غير كلوبس. انا بصراحه كنت محتار اكل الساندوتش النيني، ساندوتش كبير جدا بس بصراحه كان تحفه. البيف بيكن وموتزاريلا ستيكس مع طعم اللحمه اللي محشيه جبنه بجد كانت خطيره بجد يا جماعه. يعني انا اصلا عشان كده جبت موتزاريلا ستيكس لوحدها، اكادوا من فرطه لجماله ازو. تعالى لي بقى على الساندوتش اللي بعده، وده بيبقى نفس مكونات الساندوتش اللي فات بالظبط، بس فرق التوب. يعني ده بيحمر فيه مشروم في زبده وبعد كده يحط عليه صوص رانش. وانا عن نفسي ده اكتر ساندوتش عجبني هناك، طعم الفحم اللي موجود في البرجر كده مع الجبنه اللي جواه مع المشروم المتشوح، والمشروم اصلا فريش فمديك تيست عالي قوي. زائد ان انا اي حاجه بالمشروم اصلا بحبها وبالنسبه لي بتبقى مبهره، ما بالك بقى لو فريش، فانا الموضوع بالنسبه لي بيبقى مختلف. انا عن نفسي بحب المشروم.